أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعمل إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وفي آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، والدين كمان ركز على الصبر على الزوج والزوجة. يعني نقدر نقول إن روشتة نجاح العلاقات من القرآن ومن السنة عبارة عن الصبر والمودة والرحمة، مش الندية والصوت العالي والعنف والسهتنة وكمان تأليه الرجالة والحاجات الغريبة اللي بقينا بنسمعها. رسالتي لينا جميعا كرجالة وستات ان احنا نتقي ربنا ونبطل ان احنا نسمع بعض انواع الاعلام السلبي اللي ممكن يتسبب في خراب بيوت كتير. وعشان احنا في برنامج اعمل ايه في مبادرة دعم، هدفنا الاساسي ان احنا نساعد الناس انها تكون افضل وتعرف تتعامل اكتر مع المشاكل والازمات اللي بتعدي بيها. حلقتنا النهارده من اعمل ايه تحت عنوان اعمل ايه علشان اكون سعيد عاطفيا، ولما بنقول عاطفيا بنقصد في الخطوبه وفي الجواز. رحبوا معايا بضيفتي الجميله اللي منورانا النهارده ومنوره استوديو برنامج اعمل ايه، ساره فيصل، خبيره العلاقات الزوجيه واللايف كوتش. اهلا وسهلا بيكي يا ساره، منورانا. اهلا يا مروه، ازيك؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه وبالف خير. ساره، بحكم خبرتك كده في العلاقات والاستشارات اللي بتجيلك ما بين المخطوبين والمتجوزين، ايه اكتر مشاكل الناس تقريبا بتتكرر وبتشتكي منها على طول؟ وبصراحه يا ساره، مين المفتري اكتر، الراجل ولا الست؟ عشان نكون صادقين وواضحين بجد، هو ما فيش مفتري ست او راجل، الاثنين بيكونوا كويسين بس ما بيكونوش متفاهمين. ماشي. يعني في ناس كويسه جدا وفي ناس مش كويسه. أكيد. ففي نسبه الرجاله كويسه جدا وفي ستات كويسه، وفي حقيقي. مش كويسين وفي صح. مش كويسين. صح. فدي اول حاجه. اما بالنسبه للاستشارات او معظمها اللي بتجيلي حقيقي بيجيلي انه احنا مش متفاهمين، ان انا عايزه اتطلق، ان انا بتهمل جدا، او الراجل بيبقى باقي جدا على البيت والست خلاص مش عارفه تعمل ايه ومش عايزه تكمل. الراجل هو اللي مش عايز يبقى على البيت؟ لا الست بجد، قصدي هي اللي مش عايزه تبقى على البيت. يعني في رجاله كتير بجد، استشارات كتيره بتجيلي من رجاله ان هو بيبقى عايز البيت، انا عايز اكمل في العلاقه وهي اللي دي مش عايزه تكمل، وهي اللي مش عايزه تكمل. فلما بنشوف الطرف التاني بنلاقي ان عارفه زي ما يكون الرصيد خلص، فانا مش قادره اديك تاني، مفيش طاقه. فهماكي. فبالتالي هو بيحاول يعمل حاجات جديده. بيجيلي اوقات كتيره طبعا فيكتيم، ضحيه طبعا، ده لازم. وان انا ضحيه مجتمع واسره وحاجات كده، بتبقى عندها مظبوط، بتبقى عندها حاجات من الصغر وطلعت معاها كبيره، فبدات اختياراتها تكون غلط، او الاختيار لشيء هي رافضاه. فدي معظم طبعا العلاقات اللي بتجيلي سواء مخطوبين او متجوزين. جميل. ساره، اكيد طبعا سمعتي مؤخرا عن بعض الافكار الغريبه اللي منتشره في بعض وسائل الاعلام، زي مثلا فكره جوزك ما تناديلوش باسمه، لازم تقولي له يا استاذ محمد ويا باشمهندس فلان. ايه رايك في موضوع تفخيم الزوج وصوت الشتوي والنوع ده من الافكار، وشايفه ممكن ياثر ازاي على الرجاله والستات وتفكيرهم وفي العلاقات عموما؟ دلوقتي المشكلة عندنا ان الوعي عندنا زاد غير زمان. احنا كنا زمان بنتعامل بالتلفزيون بس، كان الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ما كانتش موجودة. صح. دلوقتي الانسان بقى بيدور على السعادة، الوعي، عايز يكتشف نفسه اكتر، عايز يعرف العلاقات اللي حواليه. المشكلة مش في العلم ولا في الدراسات الجديدة اللي طلعت، المشكلة في تلقينا لينا احنا. يعني احنا لما بنتلقاها بشكل غلط. ده حقيقي. انا باخد الكلام او بحضر كورس او بحضر دبلومه. شفتي بتقول ايه؟ شفتي بتقول ايه؟ طبعا شفت اكيد. إيه؟ بس انا هقول لك على حاجه. انا دلوقتي جيت طلعت بحاجه اوت اوف ذا بوكس، بره الصندوق خالص، ورحت رميها. هتستفز، ما استفزتش قوي، هستفز اكتر، فبالتالي هبقى ترند. فدي حاجه بالنسبه لنا خفيفه ظريفه، ممكن ناخدها. حاجه بديهيه بالنسبه للناس برضو يا ساره اللي عندها وعي وادراك زي ما انت بتقولي، بس الناس البسيطه لا، هيقارن، هيقول لها شفتي بتقول لك ايه. وبرضو نفس الكلام برضو في يعني في اعلاميين بيتكلموا بشكل فيه عنف غريب ضد الراجل. لا ده صح ولا ده صح، ولا ده صح ولا ده صح. احنا بناخد بالوسطيه. العلاقه السويه او الصحيه ما بين الراجل والست فضل وحق. انا عليا حقوق وعليا واجبات. الحق ده لو انا ما اخدتوش هزعل، لكن الفضل ده اختيار. فهو لو فضل عليا بشيء فاشكرك جدا، شكرا ليك. بس فكره ان انا اتعامل بالند بالند، او ان انا اخش جدال مش نقاش، ده بيبوظ العلاقات. انا داخله مش عشان نيتي ان انا اثبت لك ان انا غلط او انت غلط وانا صح. مش نيتي ان انا احط ده. اكيد نيتي طبعا. نيه خير، يا اما داخلين راسنا في راس بعض زي ما بيقولوا. المفروض انا نيتي نيه خير.
صح. بالظبط. فان انا اقول له استاذ او مش استاذ، انا حتى هيضحك عليا يعني، حتى بوعي كده ان انا اروح اقول يا دكتور فلان بالظبط اللي هو انا مش طالبه منك روشته يعني، العلاقه ما بيننا لذيذه يعني، المفروض ما بيبقاش فيها الكلام ده. يعني انت ضد تفخيم الزوج؟ لا طبعا. انت مع تفخيم لا الزوج وتشيليه فوق راسك وده الفرعون المصري لا الاصلي؟ لا مش مع الفكره دي خالص. انا بشوفها باخدها من وجهه نظري ان هي حاجه بتضحكني يعني. بس اجدادنا زمان يا ساره كانت فكره سي السيد وامينه كانت موجوده في البيت، بس بعد كده طلع حاجات كتيره بعدها، حقوق الست ومش عارف ايه والست والكلام ده كده كتير. لو جينا بصينا على زمان كانت العلاقات ماشيه كده، بس الست كانت بتخاف. دلوقتي الست ليها صوت، ليها اسم، بتشتغل، بتعمل، ليها جزء في المجتمع كبير. أكيد. لكن زمان احنا كنا بساط قوي، زمان كان في احترام لعادات وتقاليد والدين والحاجات كتير فعلا. ده حقيقي. طب خلينا نتكلم بقى عن الحاجات المودرن شويه والسوشيال ميديا وعلاقات السوشيال ميديا. في ناس بتتعرف على بعض وبيحبوا بعض عن طريق السوشيال ميديا، مع ولا ضد النوع ده من العلاقات؟ انا مش مع ضد اي حاجه في العلاقات، لان انا بشوف السوشيال ميديا زيها زي النادي، زي الجيم، زي اي حته خدت كورس اتعرفت على حد. بس عندي شرط واحد، ان انا ما افضلش ورا شاشه، لان انا لما باجي اتعرف على بنت او ولد حتى لو اعمل صداقات انا ببين احسن ما فيا. ده حقيقي. لازم البس القناع، بس لما اقلع القناع انا بنزل اشوفه مره واتنين او بشوفها مره واتنين عشان نبقى اصحاب. ما هو انا عشان ابقى صاحبه حد انا بدي فرصه حتى لو معايا في الشغل اتعرف عليه او اتعرف عليها، نبدا نشرب حاجه سوا، بتحبي ايه، بتكرهي ايه، وبعد كده بس في الغالب يا ساره العلاقات دي بتبقى غير صحيه ومش سويه. بصي لو فضلت من ورا شاشه وما كانش صادق معاها العلاقه دي ما بتبقاش سويه ولا صحيه. ولو انا نزلت معاها اكتر من مره وفضلنا ننزل من غير ما نحط تايتل للعلاقه، العلاقه اللي بدون تايتل ملهاش هدف. ملهاش هدف، هتفضل كده. فهتفضلي تقولي طب هكلمه امتى، طب اقول له الموضوع امتى، طب اقول له ان انا معجبه بيه. ما هو كله بيتلعب عارفه من تحت لتحت، ما بنلعبش على الوش. لو انا صريحه وواجهت انا بالنسبه لك ايه، محتاجه تايتل للعلاقه، نتعرف على بعض وتيجي تتقدم. الشكل نفسه يا ساره مش لائق قوي ان انا اتعرف على حد من على السوشيال ميديا. بالبلدي كده في ناس بتقول انه يعني سوري في الكلمه انه بيشقط من على السوشيال ميديا. ما هو طبعا دي مش طريقه، عشان احنا مرفوضه تماما. احنا مجتمع شرقي جدا، بس خلينا نقول ان السوشيال ميديا بقت جزء كبير جدا من حياتنا. ما فيش حد دلوقتي مثلا حتى الاباء والامهات ما عندهمش فيسبوك، واتساب، عندهم يوتيوب، كل الناس عندها. ففكره التعرف دلوقتي ممكن نخليها اسهل، بس بنحط لها كونديشنز، بنود، شروط للعلاقه، فاهمه؟ وان انا ما بتعديش حدودي. انا بتعرف على حد كومن فريندز مثلا، اصدقاء مشتركين. بالظبط، مظبوط. فهماكي. طب ساره عموما عايزين نتكلم عن الريد فلاجز زي ما بيقولوا، او الحاجات اللي اتحذر منها كده وانا بفكر ان انا ارتبط بحد، سواء انا كنت بنت او ولد. ايه العلامات اللي لو ظهرت في الشخص اللي بفكر ارتبط بيه اخد دلي واسناني على طول واهرب؟ قبل ما اقول لك الريد فلاجز او الانذارات اللي لازم تكون في العلاقه، لازم نكون واعيين لجزء مهم قوي، وهي حته ان العلاقات احتياجات. انا بكون محتاجه شيء في العلاقه، لو الانسان اللي قدامي ما ادانيش الاحتياجات اللي انا محتاجاها فدي بتبقى علاقه مرهقه. بس في الاول وفي الاخر انا بشوف احتياجاتي دي، انا فعلا باجي على الشخص ده، هل يا ترى الاحتياجات دي فوق طاقته وبعد كده انا بطلبها؟ فالاحتياجات دي اسمها دي احتياجاتي. فالعلاقه ساعات احنا بنبدل الادوار وبنشوف ان الشخص ده مثلا توكسيك او عنده ريد فلاجز او بيعمل، رغم ان انا ممكن يبقى عندي مشكله. صح، ده حقيقي. فنبدا مثلا باول ريد فلاج ممكن نقول عليه ايه؟ الشخص اللي انا بطلب منه اهتمام بشكل كبير جدا وهو شايفني ولا حاجه، يعني مركز على مشاعره بس، اكني في سنجل ريليشن شيب، ما بيدينيش عطاء، ما فيش عطاء متبادل. ده بيبقى ريد فلاج. ممكن بالنسبه للعلاقات اللي انا هكلمك فيها دي شامله كل العلاقات. تقصدي صح؟ مش لازم يكون نرجسي، بس ممكن يكون اللي هو ايه، شخص اكنه عارفه ما كانش في ريليشن ودخل في ريليشن، فبيتعامل اكنه انا اللي احتياجاتي لازم تكون متلبيه، عنده جوع شويه، مظبوط. فاللي قدامه بيحاول يديله، هو ما بيديش حاجه في المقابل. فبالتالي العلاقه دي بتبقى مؤذيه جدا، لان انا عماله ادي وانت ما بتدينيش حاجه. فهماكي. طبعا في جزء مهم جدا وهو اسمه الجاز لايتنج، زي الشعلة كده، بس بنسميه زي ميزان الأطفال، سيسون اتيتيود، ميزان الأطفال اللي هي المراجيح بتاعة الأطفال دي. إنه إحنا نبقى مخطوبين مثلا، يوم يكلمني ويطلعني سابع سما، واليوم اللي بعده يديني كول
راوند فيه شولدر، خالص. لا يا ريته يحسسني ان انا ولا حاجه. هنا المشكله بتبقى عندي جدا، لاني انا بيبقى في تساؤلات، انا عملت حاجه ضايقته، طب انا زعلته، طب احنا زهق كنا مني. كويسين، ده زهق مني وانا مش عارفه انا عملت ايه. فاللعبه دي بتتعب برضو ومرهقه مؤذية جدا صح. جدا. ده حقيقي ده حقيقي. وبرده حاجه الابيوز بيهيفير او الاستغلال العاطفي، وده جزء منها يشكل تحت بند ان انا دلوقتي مثلا بدات اتعامل مع شخص ويقول لي انت مجنونه رسمي، الكلام ده ما حصلش، الكلام ده انت يا بنتي اتجننتي، ايه انت بتعملي سيناريو، انت مريضه نفسيه، انت محتاجه تروحي تتعالجي. ده حقيقي. دي من اخطر الحاجات، ان انا بروح للناس اقول لهم يا جماعه هو مش كان قدامكم الحوار، هو مش ده حصل. بيبدا يشككني انا شخصيا في نفسي، ده بيقلل ثقتي بنفسي، بيخليني احس ان انا تعبانه مرهقه جدا، مش قادره افكر. فده في حد ذاته بيبقى مؤذي. في كمان يا ساره اللي بيبقى داخل مهتم قوي بزياده، عارفه اللي هو ايه ده، معقول في حاجه كده، عارفه انت الجو ده. ما هو ده برضو يعتبر ريد فلاج، المفروض ان احنا ناخد بالنا منه. بصي، هو في اول العلاقه البدايات بتبقى جميله، بس عشان اظبط البدايات بتاعتي، يعني اظبط الزاويه بتاعتي، انا لازم احط مشاعري في جزء وعقلي في جزء، صح. ما عميش نفسي خالص. صح. لان اول مرحله بتبقى ادميريشن، اعجاب. وانه الراجل عايزني او معجب بيا، فبيحاول يديني، فانا من كتر الحلاوه اللي انا شايفاها بروح لاغيه العقل خالص. صح. فما يعمل اي حاجه غلط، يعمل تصرف قدام مثلا ويتر مثلا يتعصب عليه جامد، ده حبيبي اشوف الحقيقه بتاعته. يا ريت انا ما بعملش كده. في بنات بقى الوعي عندها بيبقى تحت خالص، ده حبيبي النهارده بس كان عنده ضغطه شغل فتعصب على الويتر. هي معميه زي ما بيقولوا. فلازم يبقى العقل شغال والقلب شغال. صح، معاكي حق، برافو عليكي. فدي مثلا حاجات فاهمه. صح. وانا كمان مع البدايات الهاديه، ان احنا نعمل كنترول او نسيطر شويه على نفسنا، بلاش نسيب مشاعرنا تتدلدق بالمنظر ده. ما يبقاش احسن حاجه خالص. ده حقيقي. عملتي فيديو يا ساره قلت فيه الحب مش كل حاجه، نتجوز بناء على ايه، او ازاي نختار شريك حياتنا بشكل صح؟ انت شايفه معدلات الطلاق عامله ازاي؟ فيا ريت في خطوات كده تقولي للناس يعملوا ايه عشان يختاروا شريك حياه يكملوا معاه. بصي، هي العلاقه السويه الصحيه محتاجه ثقه واحترام واهتمام. جميل. الست بتحتاج احتواء، الراجل بيحتاج تقدير، يحس ان هو فيكسد مان، يعني بيعمل لها حاجات بسيطه بتفخمه كده، بتقدره كده، فاهمه، بتديله، فاهمه الراجل بيحب جدا التقدير، بيحب ده. لو الست اديته التقدير، الراجل بيديها كل حاجه حلوه، بيديها كل حاجه حلوه. مبدئيا كده لازم الاثنين يكونوا بيثقوا في بعض، ما بيشكوش في بعض. لازم دي من اهم البنود. تاني بند ان هم الانترستس بتاعتهم، الاهتمامات بتاعتهم لازم مشتركه، لازم مش على الاقل حتى مش مش متناقضه. ولازم يكونوا بيحبوا الحاجات دي لبعض. يعني انت محتاج تعمل ده، اعمل ده. لازم يكون كل واحد ليه البرايفسي بتاعته. يعني مثلا عندنا دراسه كده في علم النفس بتقول لك ايه، ما ينفعش الست تمسك موبايل الراجل من غير ما تستأذن. ده حقيقي. ده حقيقي. انا ممكن اقول له ممكن امسك موبايلك، هو وافق اوكي، ما وافقش بحسسه ان انا متضايقه، بحسسه. كلمه انت دايما انا بلوم عليك، انت عملت، انت سويت، انت اقلبها بانا. انا هرتاح لو عملنا كذا، انا هرتاح لو قعدنا انت ما اديتنيش الموبايل. بالظبط. صح. لا انا هرتاح لو انت عملت كذا. بالظبط. اللي هو كلمه انا وانت ما بينهم شعره واحده بس. بس لو انا ركزت ان انا، مش هيطلع اليات الدفاع النفسي والهجوم اللي بيبقى على الست. ده حقيقي. فبتبقى اهدى شويه، وبتبدا ان هي تديله احساس ان انا هكون مرتاحه اكتر لو عملت كده. دي مثلا. الحاجه الثانيه ان هم ما يخبوش على بعض حاجه، في اسرار تكون ما بينهم العالم كله ما يعرفهاش. حته الشغل، هي بتقدر شغله قوي وهو بيقدر شغلها قوي، بيشتغلوا الاثنين على نقاط قوه بعض. انت عندك الحته دي حلوه، تصدقي ان اكتشفت ان صوتك حلو، اكتشفت على فكره ان انت بترسمي، انت ممكن تروحي تقدمي في كورس على فكره وتنمي ده الراجل الشاطر اللي بينمي الست اللي معاه. ونفس الكلام الست، ان هم كل فتره لازم يفصلوا، لازم ياخدوا بعض ويسافروا. ده المتجوزين علشان يحافظوا طبعا، عشان يكسروا الملل. قبل ما يناموا لازم يقابلوا بعض كده، يومك كان عامل ازاي، ايه اخبارك، كويس. لو في خناقه، لو في حاجه لازم تخلص قبل ما يناموا. في وقت لازم الست تبقى متعلمه، لان احنا مشاعر متحركه، امتى اتكلم وامتى اسمع. صح. يعني امتى اقول لك رايي افكس معاك حاجه، وامتى ان انا اسكت خالص لان ده وقت سكوت ليك. امتى لما اجي اطلب منك حاجه ابقى عارفه ان ده الوقت المناسب. صح. يعني ما يجيليش مثلا وقت ماتش
انا عايزاك في حاجه، قوم رد دلوقتي عليا. حالا. بصي هيروح حدفها هو انا ولا بقى الماتش كمان ساعات بنحط نفسنا في مواقف فعلا بايخه، انت ليه تقارني نفسك اصلا بالماتش؟ بالظبط يعني كده، او مع اصحابه، او انا او مامتك برضو، دي مشكله صعبة جدا. عندنا في مجتمعنا من زمان. دي حاجه للستات، وبجد بجد نصيحه من قلبي ليهم. في 4 حاجات لازم تكوني عارفاها. اتعاملي مع الراجل اكنه فيكسد مان. 2، احترمي خصوصيته، اديله وقته، ليه وقته مع امه، اهله، ليه وقت مع اخواته، مع اصحابه، في شغله، صح تجارته مع ربنا، وليه هو الزوم بتاعته، قوقعته، انا عايزه اقعد لوحدي. لو هي احترمت الجزئيه دي، لو هي كانت معاه بجد واثقه فيه ومدياله الحريه بتاعته، والله الراجل هيشيلها في عينه. ده حقيقي، ده حقيقي. من المشاكل كمان يا ساره اللي بتقابل ناس في علاقات كتير، خصوصا بعد فتره من الخطوبه او من الجواز، ان ما بيبقاش فيه التوازن العاطفي. فبتلاقي بالبلدي كده حد مدلدق في مشاعره قوي والحب والاهتمام، وحد بارد وناشف جدا. ازاي نحقق التوازن العاطفي ده؟ الاكتفاء الذاتي. احنا عباره عن انابيب جوانا، انبوب احتواء، تقدير، ثقه، توازن، ثبات انفعالي. انا لو محققه الاكتفاء في كل الانابيب بتاعتي، انا لما ادخل علاقه هبقى سويه جدا. ردود افعالي، هاخد المشكله اهدى، تعالى نتكلم مع بعض، ايه اللي يريحك، ايه اللي انت عايزه. طول ما انا مكتمله من جوه هلاقي انسان مكتمل زيي. ده حقيقي، ده بس حقيقي. طول ما انا ناقصه من جوايا هبدا ان انا ادي حاجات احتواء زياده عن اللزوم، وممكن ما يبقاش طالبه، فهتلاقيه قدامه بيديلي بالسكوت. الشيء اللي بيزيد عن حد عموما بيتقلب ضده. اصل انا عايزه ده، فانا بديهوله على اساس ان هو يرجع. بس انا بقيت في مشكله بقى يا ساره، يعني انا خلاص دلدقت حب ومشاعر وجوزي ما بقاش مهتم. يعني عارفه انت طبعا المشكله دي بتقابلك اكيد في الاستشارات كتير، انه انا جوزي ما بقاش مهتم بيا. اتعامل ازاي مع الراجل اللي ما بقاش مهتم بيا؟ 1، انت تشوفي انت بتعملي ايه في حياتك. اول حاجه كده تنزلي دولابك كله وتسريحتك كلها وترتبيها من الاول عشان دماغك تترتب معاه. رقم 2، انك تشغلي وقتك. الراجل ده بيشتغل، الراجل ده مسؤول عن اسره كامله، فالراجل ده محتاج وقت. لما يعمل حاجه اعمل ميرورينج، مرايه، اعمل شبهه زي ما هو بيعمل. شادو بالظبط. اديله بالمثل. احاول اكتفي بنفسي، اكتب لها جوابات حب. عامله ايه الاخبار؟ اكتب لنفسي عامله ايه النهارده؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ طب انت الكتابه محتاجه بتريح ايه؟ معاكي حق، ده حقيقي. في ناس كتيره ما بتحبش الكتابه. بحترم جدا الفويس نوت. اعمل جروب صح، لنفسي على الواتساب فعلا. مساء الخير يا حبيبتي، عامله ايه؟ حلو ده على الواتساب. صباح الخير، اخبارك صح. ايه؟ انت كويسه؟ ايه اللي مزعلك؟ حابه تحلي المشكله ازاي؟ ايه الهدف من انك بتجري دلوقتي وهو شايفك ست حلوه بس هو في حاله ملل كسرت العلاقه؟ نرجعها ازاي؟ بان انا احس بقيمتي، ان انا ادي لنفسي قيمه، مش ان انا اطلب من حد. في حد بيجري ورا حد يقول له اهتم بيا؟ ما فيش حد بيعمل كده. تخيلي مثلا، يعني انت مش مع فكره ان الاهتمام بيطلب؟ لا عشان في ناس شايفه ان الاهتمام بيطلب عادي، وان انا لازم اقول للراجل انه اهتم بيا لو هو مش مهتم. لا، انا بدي انذار مره، 2، ازاي يا 3. ساره؟ يعني ازاي؟ ايه الاخبار؟ انذار شيك. انت في حاجه مضايقاك مني؟ في حاجه مزعلاك؟ حاسه ان احنا طريقتنا مش احسن حاجه؟ قولي في ايه؟ احكي لي، انا معاك. مش قادره اتكلم دلوقتي، خلاص وقت لما تحب انا موجوده. صح. في نفس الوقت بشتغل لا، لازم على تتكلم حالا. مفيش لا، لازم تتكلم حالا. البوشنج ده، الضغط غلط. ده، انا كده بخش في حته انا مش هستفاد منها حاجه. ده حقيقي. فلازم كده ابقى مديه لنفسي قيمه. صح. انا ليا قيمه. الراجل ده اختارني من ضمن مليون الف ست، اختارني ان انا اكون مراته. صح. فاكيد في حاله ملل، في حاجه انا عملتها، في حاجه انا فهمتها بشكل غلط، في حاجه انا ما واجهتش، يعني سبت الدنيا تتراكم، ففي الاخر حصل نفور، حصل جفاء. ده حقيقي. فبالتالي لما بكسر ده واحده واحده وبشوف انا عايزه ايه، ايه الهدف من ان انا اطلب منه؟ انا ما بطلبش، بس انا بعمل ان انا بحتوي نفسي شويه. بشوف ان انا ما اسكتش، دماغي ما تونش. اصل انا يا ترى عارف واحده عليا؟ يا ترى بيعمل هو ايه في الفراغ الشغل؟ على فكره هو بدايه معظم المشاكل فعلا. ده حقيقي. الفراغ بيموت. الست اللي بتكون فاضيه بجد بتروح ورا الشمس، ورا الحيطه، بنقعد ورا بتحس ان هي حياتها جوزها وحياتها البيت وحياتها الولاد، فبتبقى تعيسه جدا. لازم تشوف حياه، لازم. صح. اقري، انزلي خدي كورسات. صح. شوفي هوايه انت بتحبيها. صح. العمر مجرد رقم والروح ملهاش وزن. فما تقوليش انا كبرت. لو بتحبي الطبيخ اعملي اكل، ابداي اشتغلي اونلاين، اعملي اي حاجه فعلا. بالزبط. فعلا ده حقيقي. ساره، للاسف معدلات الطلاق عندنا في مصر بقت بتخوف. بيجيلك استشارات كده عن حاجه ليها علاقه بالقايمه، بقانون الخلع، لان ناس كتير شايفه ان يمكن
يمكن دول من اهم اسباب ان معدلات الطلاق عليت. هو دلوقتي الموضه الجديده الكونتراكت، العقد ما بيخلوش المأذون يكتب المبلغ اللي هو اتحط مؤخر، وبياخدوه في كونتراكت كده ان القايمه، الحاجات اللي هو جابها اللي هي بشكل اشيك يعني. بس في اوقات كتيره الرجاله ما بتقبلش بده، اللي هو انت بتماضيني عقد انا مش داخل كده، انا مش ماضي، مش ماضي طبعا. فالموضوع بيعمل مشاكل كتيره ما بين الاهل. الفكره كلها ان الناس او اللي ليهم ابهات ليهم بنات تحديدا بيشوفوا انه امان البنت في المال، لكن من وجهه طب انت مش شايفه ان امان البنت في المال؟ لا، ما في برضه فعلا، يعني انا مش مع ده، مش مع الفكره برضه، بس فعلا في راجل لما بيتجوز الست من غير ما بيتعب فعلا بالمهر اللي هو من الدين، المهر من الدين طبعًا، لا شك في ده طبعا بيبقى واخدها رخيص وبيبيعها رخيص، ده بجد. انا طب لا اكيد جدا معاكي، يعني هو بس الدين مشرع المهر علشان فعلا يبقى فيه، يعني عارفه اللي هو الحاجه اللي انت بتتعبي فيها بتحافظي عليها. مهر اوكي، بس في حاجات جديده احنا بنبالغ، احنا احنا زودنا قوي على الراجل بصراحه. ودلوقتي الاسعار وعلى الاهل مش على الراجل بس، وعلى اهالينا ده حقيقي. لما اجي افتح بيت انا تقريبا بجيب يعني مثلا شبكه، نقول مثلا من 30 ل 50 الف، والشبكه دي بتتحط في الدولاب. انا بلبسها وقت لما اكون نازله فرح. طب انا استفدت بيها ايه؟ اجيب مثلا مش عارفه غساله الاطباق، طب انا هستفيد بيها ايه؟ غساله لهدوم البيبي اللي لسه ما جاش. لا فعلا الاهالي معاكي حق، الموضوع ده يطول شرحه بجد يا ساره فعلا. الموضوع يعني صعب، فحرام نخلي الدنيا ماشيه لاني بشتري راجل. ده حقيقي معاكي حق ساره. دلوقتي الانفصال عموما صعب، سواء خطوبه اتفسخت او طلاق، وطبعا ده بيبقى الاصعب. عايزين يعني نقول للناس كده حلول عمليه سهله ومش مكلفه عشان الظروف الماديه عموما، عشان يتجاوزوا الانفصال او يعملوا موف اون زي ما بيقولوا دلوقتي. اوكي، الموفينج اون بيعدي ب4 مراحل، واولهم الصدمه. انا اتصدمت في حد جدا. اوكي، يعني استحاله انه انا ارفض مشاعري. انا كارهه الشخص ده، انا غضبانه، واصرخ وازعل، اتقبل كل حاجه انا بحسها، ما اعملش انكار، لان الانكار هيجي ان انا هرفض الواقع. هو ايه اللي حصل؟ انا كويس انا كويس وبعدين انهار خالص. انا لا، هو اكيد ما سابنيش، هو اكيد ما عملش كده. فهماكي. فحاله الانكار دي عايزين لها تقبل. لا، في واقع انا لازم اتقبله. انا متقبله الوضع ده. اسيب نفسي اهدى خالص، وبعد كده بيبدا في حاجه اسمها ترتيب النفس. بلاقي نفسي مره واحده لا انا مش هفضل كده، انا عايزه اقوم. بس اقوم ان انا بعيد كتابه كل حاجه حصلت وبتقبلها. خلاص انا راضيه عن النهايه دي. بيجي لنا حاله اسمها ان انا رافضه الواقع. يعني برفض الواقع بعد ما ببدا اكتب. لا انا رافضه، انا مش قادره، انا مش عايزه، انا تعبانه قوي. لا، واحده واحده بشتغل على نفسي بان انا اتعلم ازاي اخد نفس 3 انفاس كده واهدى. ان انا ابدا اكتب كتير كل الصدمات اللي حصلت لي. ان انا ابدا اشوف الشخص ده هو عمل ليه كده، عارفه زي قلبة كراسي. ان انا بتقبله، مش ان انا بلتمس نفسي مكانه. تقصدي ان انا مش بلتمس له العذر، بس على الاقل بتقبل الوضع اللي حصل. اللي حصل خلاص، شيء كان والغلط دايما في المشاكل مشترك، يعني لا انا ملاك ولا انت ظالم. لازم نكون معترفين ان في أنا تاثير وانت حصل، فبالتالي حصلت مثلا خيانه. صح. في تاثير حصل، فحصل ملل، او حصل ان انا معاكي حق ما بقتش قادر. فجيت بعد كده لما لقيتك ما بقتش قادر، عشان احنا حرقانين قوي على طول، احنا الاثنين غضبانين قوي، احنا الاثنين في حاله مش كويسه، فالدنيا باظت. مظبوط. طيب ساره، عموما ناس كتير برضو بتعاني من مشاكل كتير في العلاقات الزوجيه، واكيد انت تقدري تقولي لنا اكتر ايه المشاكل اللي بتقابلك بحكم الاستشارات. يعني الاهمال، وتحديدا الستات اللي مش بتشتغل. دي اكتر حاجه. يعني اكتر المشاكل اللي ممكن تجيلي بعد الجواز للستات اللي مش بتشتغل، او الستات اللي جوزها بيسيبها بيسافر مثلا ومش مهتم بيها، فتبدا ان هي ممكن عينيها تروح على حد تاني. فهماكي. فالموضوع مثلا مظبوط. فالموضوع هنا من ناحيه الفضا، ان انا دماغي فاضيه. انا ممكن على فكره اكون الفريم بتاع حياتي الظاهر بتاعي انا بروح الجيم، بروح الشغل، اكتر واحده، بس انا جوايا نفسه فاضي او مش مبسوط. فاضي. فدام انا عملت كده او انا اتجهت لده، يبقى انا في حاجه عندي ناقصه، في انبوب زي ما شرحت من شويه فاضي. فببدا ادور عليه عشان
املاه. ما هو اللي كان بيملاه ما بقاش موجود، اللي كان بيملاه بقى على طول في الشغل، اللي مشغول او مسافر او اللي كان كان بيملاه على طول بقى معانا الولاد، بقينا اسره. انا كنت حابه قوي ان احنا نفضل زي ما احنا. لا، الحياه والضغوط وكده بتاخدنا صح، بتاخدنا. علشان احافظ على العلاقه لازم اكتشف ان مش كل حاجه حب. القلب بيتقلب. أكيد. صح. يا مقلب صح. القلوب ثبت قلبي على دينك. صح. القلب بيتقلب، عشان كده اسمه قلب مش ثابت. فعشان افضل محافظه على ده انا لازم العب، ما ملش في العلاقه، افضل على طول اهرج واكون الست الحلوه الجميله اللي برضو بتهتم ببيتها بس برضو بتهتم بنفسها وبتشغل دماغها. الدماغ دي اهم حاجه. اكبر عدو للانسان هو الانسان نفسه. صح. العقل. ده حقيقي، معاكي حق فعلا. طب ساره، منتشر مؤخرا حاجات كتير زي النرجسيه واضطرابات نفسيه كتير جدا. كبني ادم عموما كده تنصحي الناس تميز ازاي ما بين الحب السوي والصحي على مستوى بقى العلاقات العاطفيه والاسريه والاصدقاء كمان، والحب اللي مش صحي؟ ايه العلامات اللي بتقول ان الحب ده صحي او مش صحي؟ العلامات اللي تقول ان انا لازم اخوص في العلاقه دي، اخش فيها قوي علشان اعرف. انا ما اقدرش ان انا زي ما قلت لك دلوقتي الوعي عندنا زاد، وما شاء الله ناس كتيره بتبقى عايزه تتحرر من علاقات كتيره في حياتها. ليه؟ لان النيه بتاعتي ان انا اكون سعيده. فكم الدبلومات او الفيديوهات او الحاجات اللي بيشوفوها التعليميه الجديده، اول ما اطلع من دبلومه او اخلص فيديو انا معايا شخص توكسيك، انا لازم اتحرر منه. ده حقيقي. او اختبار نفسي. الاختبارات النفسيه دي كارثه برضه يا ساره، يعني كبيره، لانه كلنا بنعملها بنطلع مرضى نفسيين. وممكن ما تكونش مؤهل اصلا ان انت تعمل الاختبار ده دلوقتي. صح. او ممكن تكون عملته بشكل غلط، والاختبار نفسه اصلا مش علمي ومش صح. فممكن اصلا بعد ما اخد دبلومه او اخد كورس او اتفرج على فيديو الانسانه دي اللي حواليا مش كويسه، انا الانسانه اللي معايا دي توكسيك، انا هطردها بره حياتي. صح، بيحصل. طب انا ما اديتش لنفسي فرصه ان انا ممكن اقلب الكراسي وان العلاقه دي يبقى فيها لسه وقت. لانه ممكن انا اللي ما اكونش واجهت من الاول، ممكن ان انا اكون شخص بدي قوي، فالشخص اللي قدامي خلاص اعتبره حق مكتسب. صح. فانا لازم اشوف نفسي انا بعمل ايه. احتياجاتي دي فوق طاقه الانسان اللي قدامي او لا. انا حياتي فيها ايه. فانا ما اقدرش احكم، لان كل علاقه مختلفه عن التاني. صح، اكيد. فلازم اغوص في العلاقه دي واشوف انا اديت زياده فبقى حق مكتسب، ولا ان انا شخص بخاف اواجه عشان هيسيبني ويمشي، فده بالنسبه لي بقى توكسيك. اكيد. ولا نرجسي مثلا. ولا انا ما وقفتش من البدايه. يعني الحدود في العلاقات مهمه، او كسر هو الحدود وانا كنت عادي تمام، فجيت دلوقتي الومه. فما اقدرش ان انا اقول لك ابدا ان احنا نعرف امتى لازم اغوص في العلاقه. ده حقيقي. ده حقيقي. الكلام معاكي بصراحه ما يتشبعش مني يا ساره. في نهايه الحلقه كده ومن خلاصه خبرتك، عاوزه روشته لسعاده زوجيه، علشان انت شايفه الناس بقت حالها عامل ازاي. ثقي فيه، احترميه. عايزه احتواء، اديله بجد تقدير. خليكي دايما سره وامانه وراحته. العبي دور الصديقه والعبي دور الزوجه. ما تلعبيش دور اللي هو قاعده على الواحده. سافروا ضرتك قاعده معاك في البيت. سافروا كتير، انبسطوا، غيري جو. والراجل تقولي له ايه برضه؟ الراجل اقول له احتوي الست اللي معاك، احتويها، لان جزء كبير قوي 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 من المشاكل انك عدم احتوائك ليه او انك مش فاهمها. العب معاها دور الصديق، ما تعلقلهاش حبل المشنقه. لانه لما بنفضل ان احنا ندخل في دايره انت عملتي ايه النهارده، انت ما قلتيش بتردي عليا، كارثه. هتبدا تخش في كذب. لو قعدت تحسب نفسها هتلاقي نفسها كاتبه مثلا 20 كذبه في الاسبوع الواحد. صح. فبلاش نعلق لبعض حبل المشنقه، الدنيا اسهل من كده بكتير. معاكي حق فعلا. ساره فيصل، خبيره العلاقات الزوجيه واللايف كوتش، انا حقيقي استمتعت جدا باللقاء معاكي واتمنى يتكرر مره ثانيه. ميرسي جدا ليكي يا ساره. شكرا ليكي. ميرسي جدا. مشاهدينا، خلصت حلقتنا. استنونا في حلقه جديده وسؤال جديد من برنامج اعمل ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله.